احلم حلم كبير بس خليك واقعي في تحقيقه. عايزك تكون مثالي في تصور الحلم بتاعك، عايزك تكون مثالي في تصور هدفك، بس خليك واقعي في تصوير الطريق بتاعه. ما ينفعش اقول انا قررت اتعلم لغة جديدة الماني مثلا عشان اخر الشهر هقدم في كول سنتر الماني. ما ينفعش اكون اول مرة بلعب كرة واقول انا هتمرن كويس الشهرين دول عشان ان شاء الله بعد الشهرين دول هروح اقدم في اختبارات ليفربول. ده ما ينفعش. اقبل الطريق، اقبل الترقي التدريجي، احلم وخطط واسعى، بس اهم حاجة تكون واقعي عشان توصل لحلمك. اللي بيكسب مش اللي بيشد على نفسه، اللي بيكسب اللي بيكمل، واللي بيكمل هو اللي اخدها واحده واحده. زي الماراثون كده، لو بدأ الماراثون وقسمت طاقتك ومشيت واحده واحده كده مع الناس هتبقى من التوب 10 على الاقل. يعني ممكن تكسب الماراثون، لكن لو اخدت سبرنت في البدايه انت هتسبق كل المتسابقين معاك، لكن بعد كده طاقتك هتخلص ونفسك هيقل، والناس اللي كانت وراك هتبقى قدامك بسبب ان هم مقسمين طاقتهم للوقت المناسب. اهم حاجه وقت ما تحط قدامك هدف لازم توصل له. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام صلى على الحبيب قال: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري أن أترك هذا الأمر ما تركته. لازم أنت كمان تكون كده. لازم لما تحط هدف قدامك لازم توصل له. حلم كبير بخطوات صغيرة مستمرة واقعية، أكيد إن شاء الله هتنجح. وخليك فاكر إن النجاح بيبدأ فيديو يحفزك. السلام عليكم.